اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على الناس الحلوين، وأحلى حاجة حلوة لأحلى ناس حلوين. البسبوسة المكرملة يا جماعة من أسهل أنواع البسبوسة اللي هتعمليها، واقتصادية جدا جدا. ومرملة، وبتبقى مرملة وجميلة. يلا بقى بينا على المقادير وطريقة التحضير، وانا كاتبالكوا برضو المقادير بتاعت البسبوسة في الفيديو. انا جبت كوباية من السكر وهكرملها، ومعايا نص كوباية من السمنة، ومعايا معلقتين كبار من العسل. ممكن عسل اللهم صل على النبي، ممكن عسل ابيض، وممكن عسل الشربات اللي هو بيبقى تقيل ده، وممكن عسل كلوكوز، اي يعني المتاح عندك. وحوالي 600 جرام من دقيق البسبوسة، يعني نص كيلو معلقة كبيرة. ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا كرملت كده كوباية السكر، ونزلت عليها بكوباية مية سخنة علشان الكراميل ما يكتلش معايا. رحت نازلة بعد كده بمعلقتين العسل، ودوبتهم كده مع الكراميل. هنزل بعد كده بنص كوباية من السمنة، وهقلبها معاها، سمنة او زبدة المتاح عندك بالشكل ده. هخلط بقى الخليط ده كويس جدا مع بعضه، وهسيبه بقى لما يبرد خالص خالص، يبرد خالص يا جماعة. وبعد كده هجيب هبعده كده عن النار الاول. هجيب دقيق السميد، واروح حط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واحطها على دقيق السميد بعد ما الكراميل برد خالص. هنزل عليه بالسميد، دقيق البسبوسة، ومعلقة البيكنج باودر. كده البسبوسة خلصت يا جماعة اهي. احنا بنقلب بس، بص، تقليب بس مش عجن، تقليب من السوائل الدقيق يشربها. بس انا هجيب صينية كده مدهونة بسمنة، وممكن تحط عليها ورقة زبدة زي ما انا ما حاطة كده، ممكن ما تحطيش، ممكن تدهني بس دهنة سمنة بس، تبقى مرملة كده معاك يا جماعة، ما تبقاش عاملة زي ما تبقاش سايلة. عجينة البسبوسة ما تبقاش سايلة، تبقى مرملة كده. هنفرد بقى الخليط كله في الصينية، وحاولي ان انتي تسويها كويس، ان مبقاش جنب عالي وجنب واطي عن التاني. سويها كده واديها خبطتين كده بحيث ان هي تتسوى برضو. وهنحطها بقى في فرن، لو عندك الفرن بدرجة حرارة، درجة حرارة على 190 لمدة 15 دقيقة، يعني من 12 ل15 دقيقة. هحط بقى كوباية ونص من السكر، عليها 3 كوبايات مية. يعني المية ضعف السكر. لما يغلي هنزل عليها بعصرة ليمونة، نص ليمونة كده تغلي بس غلو عليها، واروح طافية، واروح حاطة نص معلقة من الفانيليا. شوفوا البسبوسة طلعت اهي، بشربها بالسيرب. كل ما تشرب معاكي كده تعرفي ان البسبوسة بتاعتك نجحت 100%. كل ما بتشرب تعرفي ان هي لا مش مكتومة، وبتشرب كده ممتازة. كده البسبوسة بتاعتك نجحت. بصوا بقى الترميلة، بصوا مرملة وجميلة ازاي، واقتصادية يا جماعة. البسبوسة ليها طرق كتيرة، جميلة يا جماعة، جميلة، مرملة وجميلة. ما تنسونيش بقى يا جماعة في اللايك، وبدعوة حلوة كده. نسيت اقولك الشربات بيبقى سخن والبسبوسة سخنة، يعني اول ما تطلعي صينية البسبوسة من الفرن يبقى الشربات سخن وتسقي بيها.
ما يبقاش الشربات بارد، لازم يبقى سخن. وبالشكل ده عشان تطلع لك حلوة ومرملة بالشكل ده. وبألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا.